شاء الله يا رب تكونوا بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احسن ناس في الدنيا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما يا رب العالمين، واشوفكم كده دايما مبسوطين ومرتاحين البال يا رب العالمين. بصوا بقى النهارده كده روتين النهارده كده بسيط قوي، يعني مش زي روتين امبارح، مش زي خالص. النهارده بسيط جدا. هنعمل ايه بقى؟ بصي خليكي معايا. احنا كده هنطبق الغسيل دول، شويه الغسيل كانوا عندي طبعا اللي احنا كنا نشرهم مع بعض وطلعتهم وهطبقهم معاكم. طبعا لازم اشارككم معايا كل شيء، تمام؟ طبعا بقى حلوين، هنطبق الغسيل وهنكنس الاوضه ونشوف الاوضه التانية محتاجه حاجه ولا محتاجه ولا ايه الدنيا، وبرده بنكنسها والدنيا تبقى زي الفل. المهم يا ست الكل كده تشجعي باقي، اوعي كده تكوني سايبه شويه مواعيد، اوعي تكوني سايبه شويه ترويق عايزين يتروقوا، اوعي يا ست الكل. فطبعا بقى يا ست الكل اوعي تكوني قاعده وسايبه حاجه وراكي، دي اول حاجه. ما عندناش الكلام ده، احنا ناس احنا بنانيت امارات، مش هنقول ستات، احنا كلنا بنانيت امارات. قومي كده تشجعي بيا. قومي بقى، انا هطبق دلوقتي كده قدامكم شويه الهدوم دي، شويه الحاجه دي. قولوا لي ايه دنياكم في الغسيل؟ نشيل غسيل ونحط غسيل، اقسم بالله ما الغسيل ما بنخلص، والله ما بنخلص يا جماعه. خليكم بقى معايا عشان تشجعوا بيا. وبكده بقى اكون بطبق الغسيل، ببتدي ريدي ستيدي جو. هنا بقى كان الحاجة تمني بنتي كانت قاعدة منوساني، بنوتي القمراية ومضايقاني، وبصي هتلاقي كوارث في الفيديو ده اقسم بالله. هنا بقى كان معلش بقى حقكوا عليا على الصوت الشارع وكده، لاني النور قاطع وانا فاتحه الشبابيك وقاعده تحت الشباك، فحقكوا عليا بقى، فما حدش يزعل مني بقى على الصوت وكده. فهنا بقى البت توته كانت بتطبق معايا، وكمان شويه هتلاقيها بتنشر فوق السرير. والله معلش بقى على صوتي لاني عندي دور برد، فصوتي متغير خالص يعني. هنا بقى يا ست الكل ابتديت كده خلصت التطبيق بتاعي، قلت لازم الم الغسيل واحط غسيل، الم غسيل واحط غسيل. ده قعدتنا ليه؟ من سبب عيالي وزوجي، اقسم بالله العلي العظيم. عندي تمني بنتي دي بتغير 3-4 مرات في اليوم. ليه؟ لاني بتخش الحمام، تقول الماما داخله الحمام، تمام، الاقيها بتلعب في الحنفيه تحت الحوض، تحت الحوض ازاي؟ في الحوض، وبيبقى هدومها كلها بتتبل ميه، بضطر اغير لها. دي معلماني الادب والله العظيم. فهنا بقى طبعا الثبات مليان. عندي مايا بنتي لما بتيجي تنزل تجيب لي حاجه ولا اي حاجه، مش عايزه تنزل بنفس الترنج اللي هي نزلت بيه، عايزه تنزل بكذا ترنج، يعني هي بتنزل وتغير لها مرتين في اليوم ممكن. فيعني ده اذا ما كانش اكتر يعني. والله العظيم انا العيال بيعلموني الادب. وفي نفس الوقت زوجي لما بيبقى صاحي من النوم عايز فوطه، وكمان وهو جاي من الشغل فوطه جديده، ادي فوطتين في اليوم لوحده. ثم بقى لو كان قاعد من الشغل ايه اللي بيحصل؟ يا نهار ابيض، كل ما يخش يغسل ايده بفوطه. وربنا كل ما يخش يغسل ايده بفوطه. يا ابني يرضيك يا ما فيش ولا الهوا، هو كده. هنا بقى فطبعا والله ومش هتلاقي هدوم كتير، يعني بصي حبة حاجات بساط. انا بحافظ على نفسي في الغسيل شويه، لكن انا عيالي مش صعب أوي، صعب، وما اقدرش اقول لهم ما تعملوش حاجه وما تغيروش. فطبعا بقى يا ست الكل انا كده بغسل، نشرت ولميت الغسيل. ولو انت زي كده قومي تنشطي ميه، قومي خلصي كل اللي وراكي، قومي اغسلي مواعينك، قومي روقي شقتك، قومي انشري غسيلك، قومي لمي غسيلك وطبقيه. قومي قاعده ليه؟ قومي حطي اللايك. لازم تحطي اللايك.
حط اللايك لمومايا، حط اللايك لمومايا. انت يا ست، انت يا ست يا قمرايا، انت يا ست الكل، حطي لي اللايك. هنا بقى خلاص يعني انا هنفض سريري، اظبط سريري وهكنس ارضيتي وهفرش ارضيتي، وفي كده اكون خلصت. كمان شفت فوق عملت لكم الفيديو في ثانيه الا ثانيه. يا سلام يا سلام يا ماما يا قمر. لو وصلتي بقى لحد هنا متنسيش تحطي اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، كل فيديو انزلهولك تكوني انت اول واحده تشوفيه يا ست الكل. وتكتبي لي كومنت تجبري بيه بخاطري زي ما دايما متعودين احنا بنجبر بخاطر بعضينا. اللي ما بيعرفش يجي يجبر بخاطر حد ما بيخشش عند موماي، فاحنا بنجبر خاطر بعضينا. احنا ملناش غير بعض، صدقوني والله. الكلمه الحلوه هي اللي بتقعد والكلمه الوحشه بتقعد، بس الكلمه الحلوه اكتر. يعني انك يعني كل كلمه هتقوليها ليكي ملاك هيرد عليك ويقول لك ليكي بالمثل. يعني خلينا الكلمه الطيبه صدقه. فانا دايما كده اقول لكم وافكركم ان الكلمه الحلوه هي اللي هتقعد يا ست الكل. خلينا كده كلنا حلويات في بعضينا ويجعلنا دايما محبين لبعض. بس يا توته، بس يا توته، بس كده. اهم حاجه كده ما تنسينيش في كومنت قمر ودعوه حلوه كده من القلب. انا محتاجه دعوه حلوه من القلب، اقسم بالله العلي العظيم يا جماعه. النور جه، النور جه. وبصي اول ما النور جه فتحوا التلفزيون في ثانيه. فطبعا بقى يا ست الكل كده ما تنسيش تدعي لي كده، لان انا محتاجه الدعوه والله محتاجه الدعوه من القلب فعلا. بس كده دينا خلصنا اهو والله. بصي حاجات البيت مش تعب والله العظيم، مش تعب. قومي طول ما انت بتخلصي حاجتك باول صدقيني انت هيجيلك وقت هتبقي فاضيه فيه مش هيبقى وراكي حاجه. فانت قومي تشجعي بنفسك كده. قومي ايه يعني النهارده مثلا طبقت غسيلي وكل دوت تمام، هعمل حاجه في حاجه. ما تدوسيش على نفسك، الصحه مش لاقيينها. لا ما تدوسيش على نفسك، قد ما قدرتك اعملي، قد ما قدرتك قومي وخلصي حاجتك. صدقيني الحاجه لما بتبقى نظيفه قسما بالله انت يعني انت لو عم ابتديتي حاجتك من الصبحيه كده هتيجي اخر النهار مش هيبقى وراكي اي حاجه، وهتقعدي كده بقى على تليفونك شويه مع عيالك وزوجك شويه. يعني هيبقى في فراغ. فاهماني؟ اكيد فاهماني، اكيد فاهماني. وصلت لك المعلومه؟ وصلت لي المعلومه. برد على نفسي. يعني يما كده بقى انا ايه بكون زبطت الزبلايت. بس كده مفيش احسن من كده، اقسم بالله مفيش احسن من انك تخلصي حاجتك اول باول. وربنا دايما يا رب ما يحوجك لحد. وادي هنا كده انا فرشت كده، انا كنست مرضيتش اكنس معاكم علشان خاطر ايه ما اطولش عليكم الفيديو كده. فطبعا انا خلصت اهوت والحمد لله على خير. وادعوا لي بقى دعوه حلوه من القلب. انا كده اكون خلصت معاكم الصوره يا حبايبي. وما تنسونيش في لايك والاشتراك في القناه وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. وباذن الله الفيديوهات الجايه تبقى اجمد واجمد. ما تنسونيش في كومنت قمر يكبر بخاطر ربنا، يكبر بخاطرنا كلنا يا رب. دايما كل اللي بيقول كلمه حلوه هتقعد له بالمثل والله العظيم، ويجعلكم دايما من الناس الجبارين الخواطر. وهسيبكم بقى دلوقتي مع الاوضه كده خلصت كل دنيتي، وهسيبكم بقى في رعايه الله.